يا مرحبا بكم. الوصفة هي شاورما اللحم. عندي كمية من اللحم، قطعتها شرايح صغيرة، تكون بهذا الرفع بهذا المستوى. وأيضا هنا بالنسبة للتوابل استخدمت القليل من بودرة الثوم، أقل من نص خاشوقة يعني شاي، وأقل من نص خاشوقة شاي أيضا من الكبابة. وراح استخدم البابريكا راح تكون حسب رغبتكم، انتم تقللون او تزيدون براحتكم. وايضا راح اخلي صوص الصويا هنا ما يقارب الملعقتين او 3 ملاعق من اللبن او الروبة. وبعدها راح اضيف له الخل الابيض، وهنا راح ابدي اخلط كل المكونات سوية بحيث التتبيلة ويا اللحم تتجانس بشكل جيد وتتوزع التتبيلة على كل كمية اللحم. بالمناسبة انا استخدمت اللحم الهبر اللي ما يكون به يعني دهن او شحم، فاستعانيت بالدهن الحر، عوضت يعني حتى ينطيني طعم مضبوط مثل الشاورما اللي تنباع بالمطاعم. هنا انا بديت انه اقليها الشاورما بالطاوة، واظل اقلب بها لحد ما توصل لهذه المرحلة. راح انص النار واخليها تستوي على راحتها لحد ما ينشف المي مالتها تماما وتكون جاهزة. هنا أنا عندي خبز الصاج، طبعا هذا أنا مسويه وناشره بالصفحة، يعني وصفة خبز الصاج وصفة جدا جدا سهلة. هنا راح اخلي كمية من اللحم، هاي الكمية اللي راح اخليها راح تكون حسب رغبتكم، ممكن تخلون اقل ممكن تخلون اكثر. وايضا عندنا بالنسبة للشغلات اللي تنضاف وياها مثل الخل او المخلل، العفو، مخلل الخيار، وايضا عندنا الطماطة، وعندنا البصل الشرايح. طبعا هذا مخلل بصل، ما ادري يمكن نزلت ريلز وبوقتها وما نزلته ما اتذكر. وراح اخلي مثل ما قلنا الطماطة، وابدي الفها يعني الشاورما او يعني اللفة، خلينا نقول ساندويتش، انه ابدي الفها. طبعا باللف اني مو ناجح يعني فهنا انا راح اخليها على صاجاية واحاول اكبسها، وراح اخلي باقي الكمية كلها من راح يستوي من الوجه الجوا اقلبها على الوجه الثاني مثل ما تشوفون قدامكم. شوي ينطيها منظر، وايضا يقسبها يعني تصير مقرمشة. وهذه هسه كل الوصفة او كل السندويشات اللي سويتهن مثل ما تشوفوها قدامكم، فشي رهيب كطعم وكشكل وكرائحة. اتمنى ان شاء الله يا رب تجربوها وتنجح عندكم، والف عافية. ولا تنسون لايك وشير للفيديو، متابعة على الصفحة. مع الف سلامة.